اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. شايفين السردين الجميل ولا شوية الرز الحلوين دول ولا البسارية بقى الجميلة اللي ما شبعناش منها اكل بصراحة من حلاوتها ومن طعمتها، بجد بجد فظيعة وخطيرة. يلا بقى معايا بقى نخش على الفيديو نشوف ايه اللي حصل النهاردة وعملنا ليه سردين وايه بصوا مش عايزة اقول لكم بقى ايه اللي حصل. المهم مش عايزة اقول لكم بقى على طعم السردين ولا حلاوة السردين ولا الخلطة اللي فوق السردين. بجد 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 انا مش قادرة اقاوم الريحة والطعم كمان، مش عايزة اقول لكم. يلا بقى نخش على الفيديو نشوف ايه اللي حصل لنا. انا نايمة واقسم بالله لا بيا ولا عليا. بصوا لقيت التليفون بيضرب، برد على التليفون الو ايوه مين؟ قال لي سردين، تعالي خدي سردين. قلت سردين ايه على الصبح؟ فالمهم قلت له ده انا نايمه مانيش طالعه مانيش عايز. قال لي بس تعالي ده سردين جميل والله وصبح وحلو. المهم طلعت لقيت السردين صراحه اغراني. السردين طالع صبح لسه والسردين حلو قوي. خدته بقى وقلت اعمله مع حبايبي النهارده بقى بالخلطه الجميله الرهيبه اللي هتخلي السردين في حته تانية. المهم بقى فرشت جبت الصاج بتاعنا الصينيه يعني اللي بنعمل فيها وحطيت فيها شويه زيت وقمت ايه مبدره السردين بالدقيق بس كده من غير اي حاجه، مش حاطه على الدقيق اي حاجه ولا ملح ولا شطه ولا كمون ولا اي حاجه. طبعا لسه هعمل بقى الخلطه الرهيبه اللي بتخلي السردين تحفه معاكي. ماشي يا حبايب قلب، نص كوبايه من الزيت كده هتحطيها الاول كده وتجيبي 10 15 ليمونه لاني بيعشق الليمون، بحبه 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 لما يكون ليمونه كتير بجد بيبقى تحفه قوي 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 معاكي. وجبت بقى العصاره بتاعه الليمون دي مع ان انا مش بحبها بس قلت اعصر ده ليمون كتير. عصرت ال10 ليمونات زي ما قلت لكم كده او اكتر من 10 ليمونات. وجيت بقى ايه جبت بقى فلفل الوان كده احمر واخضر واصفر، جميع الشطه اللي عندك حطيها او الفلفل، بس طبعا ما تحرقيش عشان لو اطفال جت تاكل منه يعني ما تبقاش حراق. جه هنا بقى جبت التوابل بتاعتنا كزبره وكمون وملح وشويه من الشطه الحراقه، حاجه بسيطه كده، شطه ناعمه مش عايزه تحطي شطه ناعمه ما تحطيش. فرمت ده كله بقى في الكبه كده زي ما انتم شايفين ونزلت بقى على الليمون والزيت وقلبت الخلطه دي في بعضها. بصوا تشموا ريحه الخلطه دي بصراحه يا جماعه. وحطيت توم فصين من التوم مش يعني ما تكتريش توم، ريحه بس. جبت بقى هنا الاول قبل ما احط الخلطه على السردين قلت بقى ايه، انا بعشق بقى البصل والطماطم. بص يا حبايبي بيبقوا حلوين قوي 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 على وش السردين كده لما تحط الخلطه عليهم كده ويشربوا بقى من طعم السردين ومن طعم الخلطه اللي بتحطيها على السردين. وقلت بقى اقطعهم ايه طرنشات كده زي ما انتم شايفين. وحطيت بقى ايه قشر الليمون اللي هو كان ايه طالع من العصير بقى ما يعني قلت بقى ايه بينزل برضو ريحه كده وطعم كده في السردين. وقلت اضرب بقى الخلطه دي في بعضها كده في الايه في التوابل اللي انا حطيتها ديت والخلطه بتاعتنا. بصوا بقى تشموا الريحه والطعم يا جماعه كان زبده، والله العظيم السردين كان زبده، كان طعمه حلو قوي وكانت ريحته فظيعه. بصوا الصينيه تتاكل شكلها كده يتاكل حاف، قصدي تتاكل نيه نيه يعني. مش عايزه اقول لكم بقى حلو قد ايه. هنا بقى خدتها كده زي ما انتم شايفين وشربتها بقى بالتتبيله وقمت حطها بقى في الفرن. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى، هنا بقى خرطت بصلتين كبار كده، انا هعمل رز احمر جنب منه، رز يعني من اللي هو ايه بالبني ده. بس طبعا انا مش بحرق البصله قوي علشان في الصيف طبعا ما تعملكيش حموه كده على صدرك. يعني بني كده البصلايه ذهبي كده بس ذهبي غامق عشان تخلي الرز معاكي لونه حلو كده. وقعدت احمر بقى في البصله كده شايفين لونها ذهبي جميل كده. ماشي يا حبايب قلبي هنعمل بقى شويه الرز الحلوين دول مع بعض كده حبايبي، عاملينهم مع بعض قبل كده برضو. بس طبعا النهارده الفيديو بصراحه يستاهل لايكات كتير قوي. لو عجبك الفيديو النهارده بالله عليكي ما تنسيني في اللايك والاشتراك وفعلي بقى زر الجرس، ولو ما كنتش مشتركه اشتركي في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. ماشي يا حبايب قلبي هنا حطيت كمون وشويه من الكزبره بس فقط لا غير، ومعلقه كده من الملح ونص معلقه من السكر. طب ليه السكر؟ السكر بقى بيدي طعم حلو قوي للرز البني ده، بيخليه جميل قوي. ولا لما تكرملي بقى حبه مع البصله كده بيبقوا بيدوا تيست حلو قوي. هنا بقى كانت الميه غلت بقى، ما تحطيش الرز الا لما الميه بتاعت الرز تغلي.
علشان تبقى معاكي يعني ايه الرز يشرب على طول ويبقى معاكي مفلفل كده. ماشي يا حبايب قلبي، غسلنا الرز غسله حلوه بقى ونزلنا بقى عليه بالميه كده زي ما انتوا شايفين. ماشي يا قلبي، خليكي معايا بقى، اوعي تغيري المحطه ولا تروحي في اي حته عشان ما ازعلش منك. هنا بدي الرز تقليبه كده واسيبه بقى يتشرب، اهدي النار عليه كده ساعه ما يوصل للقوام ده، يعني يشرب الميه كده، تهدي النار عليه عشان ما يتحرقش من تحت. وهنا بقى البسارية بقى جيت حطيتها بقى كده، وطلعت بقى السمك السردين من الفرن، وقضى الرز بتاعنا بصوا من لونه تحفة 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 والله، واقسم بالله وطعمه جميل. وهنا بقى قليت طبق من البسارية كده، وقاعدة باكل زي ما انتوا شايفين، مش قادرة اقاوم بجد بجد بجد، مش قادرة اقاوم والله العظيم، تحفة تحفة تحفة. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم وينول اعجابكم. بصوا السردين بقى والخلطة اللي على السردين، مش عايزة اقولك بقى، دوقي بقى وبالهنا والشفا. بصوا تحفة تحفة تحفة. انا بصراحة قاعدة اكل مش قادرة اقاوم الاكل بتاعنا النهاردة، بجد بجد حلو قوي. شايفين لون السردين عامل ازاي، والخلطة اللي عليه رهيبة يا جماعة، شربة بقى من التتبيلة ومن الليمون، وطعمها فظيع بجد، طعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا انا باكل معاكم اهوت، بصوا مش عايزه اقول لكم حلو قد ايه والله العظيم، مش بكدب عليكم. حتى شويه الرز طالعين كده إيه فاخر من الاخر بجد والله، حاجه تحفه كده. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ارجوكوا ارجوكوا ما تنسوناش في اللايك، هو اللي بيرفع الفيديو. كومنت حلو يا جماعه، ايه ما بتكتبوش كومنتات حلوه ليه؟ هو انا ما استاهلش كومنت حلو؟ ولا السردين المقلي بقى فتح حبه كده قليتهم برضو مع البسارية. بصوا السردينه عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه، مقرمشه بقى وطريه من جوه، وتشرب بقى من التتبيله الحلوه دي. يلا بقى يا حبايب قلبي، ما تنسوش ما تنسوش اللايك، اللايك لحبيبتكم بقى وروح قلبكم. يلا بقى يا حبايب قلبي، تمام تمام، اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي 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 باي.